4,000 مليار دولار ضخوا في خزينته. من أجل ماذا؟ مشان يجيبوا سلاح. انتوا سلاح شو بتعملوا فيه؟ شايفين اخوان الطوشية؟ والله نظرت يا أحبابنا فيما يجري في بلاد المسلمين في السعودية والإمارات وقطر، وصرت أبحث عن أحداث تشبه ذلك في تاريخ الأمة، فما وجدت نجاسة بهذه الصورة. زعماؤنا عندما تضيق بهم يلجؤون إلى ترامب بدل ما يلجؤوا إلى الله، يلجؤون إلى ترامب اللعين الذي قال هارون الرشيد لمثله في زمانه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى كلب الروم. هيك كان الخليفة يحكي مع قائد الروم رئيس الروم في زمانه، من هارون إلى كلب الروم. هؤلاء أدخلوا هذا الكلب اللعين إلى بلادهم واستقبلوا استقبال أعظم من استقبال الملوك، أعظم مما يستقبل أحدهم والده أو جده بكثير، أعظم مما يستقبل به علماء الإسلام، وحذاء عالم من علماء الإسلام أشرف منه وأشرف منه. انظروا إلى الاستقبال الذي فعلوه له. ثم يأتي أمير الإمارات الخائن العدو لله ولرسوله، يأتي ببنات الإمارات يحرك شعورهن هكذا أمامه، يبدين عوراتهن، بيجيبوا نسوانهم مشان يسلمين على ترامب. بتكون مصافحة المرأة حرام، بس مصافحتي أنا حرام، أما ترامب مصافحته حلال. جايب مرتك ليش عند ترامب؟ إذا أنت رجل صاحب شهامة وعزة، شو جايب مرتك تسوي عند ترامب؟ سلم عليه تتبرك منه يعني؟ وأن هؤلاء الزعماء نسوا أن ترامب ودولته قتلوا من المسلمين من 2011 لليوم 4 ملايين مسلم. إحصائيات أمريكا، مش إحصائيات نحن، إحصائيات أمريكا. قتلوا من المسلمين 4 ملايين مسلم، ولا زالوا يقتلون إلى اليوم. في غزة امبارح أول امبارح 250 واحد، اليوم تقريبا 100 بأسلحة أمريكية وقنابل أمريكية وطائرات أمريكية. ديروا بالكم، والسكرز المجرد يعني واحد قتل أبوي وقتل أخوي جاي يتغدى عندي. العمل اللي يعميكم مش شايفين، مش عارفين اللي عندكم. هذا عدو الله ورسوله والإسلام، هذا الذي دمر بلاد المسلمين. دولته دمرت أفغانستان ودمرت الصومال ودمرت العراق ودمرت سوريا. هذا الرجل هو الذي يعني لا يعمل إلا في قتل المسلمين. فأي استقبال استقبلتموه في بلادكم أيها الأنجاس؟ ثم تضخون المليارات. تعرف إخواننا 4 تريليون دولار، 4,000 مليار دولار ضخوا في خزينته. من أجل ماذا؟ مشان يجيبوا سلاح. انتوا سلاح شو بتعملوا فيه؟ شايفين اخوان الطوشية؟ كلهم نياشين. طب النياشين اخذتوها بين حروب يعني. حمد بن سلمان اي حرب خضت لليوم انت الا حروب تدمر فيها بلاد المسلمين وتفسد فيها بلاد المسلمين. الامارات شو بتعمل؟ الامارات بتقاتل في ليبيا، بتقاتل في السودان. شو بيعنيك في ليبيا والسودان انت؟ زعيم الفساد، هذا شيطان العرب اخوان بسموه. محمد بن زايد شيطان العرب، ألعن شخصية في تاريخ العرب ربما. هذا عدو، هذا سميه إسرائيل الشرقية. أبدا، أعداء دين الله عز وجل. إخواننا، إخوانكم من المسلمين يقتلون.